مفيش حاجة اسمها أنا مش لاقي شغل أو مفيش وظيفة ليا. دلوقتي أنت الوظيفة، استثمر في نفسك. أنت الشغل. يعني إيه أنت الشغل؟ يعني خد قدوة لنفسك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والرسل والأنبياء ما كانش وقتهم في أي توظيف أو أي مكان يقدر يشغلهم أو هم يقدروا يروحوه عشان يدوروا على شغل. وافضل شغل ليك انك تستثمر في نفسك. يعني ايه تستثمر في نفسك؟ يعني انت تشتغل بنفسك، تبذل مجهود بنفسك، تشتغل موظف، مش تشتغل موظف عند اي حد. هتقدر تجيب اي حاجه وتبيعها. في ايام الرسل وكده كان في نبي بيجمع الحطب او الاشجار ويقطعها ويبدا ان هو يبيعها. وكان في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيتاجر في الأغنام، برضه كان بيجيب قطعة أو قطعتين ويبدأ يعمل بينهم تزاوج، والناتج بيبيعه وهكذا. فأنت تقدر إن أنت تستثمر بنفسك في أي وظيفة. ولو أنت هتبدأ ب5 جنيه مثلا، ال5 جنيه دي هتجيب بيها أي منتج بسعر الجملة وتبدأ إن أنت تبيعه، وهيطلع لك أرباح، والربح زائد أصل رأس المال. هتجيب بيه منتج تاني وتبيعه وهكذا لغاية ما يبدأ رأس مالك يبقى 200 300 400 1000، وتبدأ تكبر تدريجيا. بس أنت دايما تفكر إيه اللي الناس محتاجاه وتقدر تشتغل فيه. الاستثمار وإنك تبقى رجل أعمال سهل جدا إنك تعتمد على نفسك بدون ما تحتاج إن حد يوظفك. بس شغل دماغك وفكر اوت اوف ذا بوكس. واستنوني في فيديوهات تانية هنشرح ايه الوظائف او الشغل او البيزنس اللي تقدر تعمله لنفسك بدون اي تكلفة. وهنمشي بالتدريج مع بعض في الكلام ده.